عيد عويس محمد رئيس مكتب توثيق مرور الفيوم. هو اللي حصل كالآتي: حضر أحد الأشخاص ومعه بطاقة والصورة فيها اختلاف عن الشكل، فاضطر الأستاذ العضو الفني عبد الناصر حلمي حضر لي للتأكد من الشخصية. مسكت البطاقة وتأكدت من الشخصية وقلت له إنه هو، فجه عمل له التوكيل، وهو بيعمل له توكيل بيقول له انت بتتاكد مني ليه؟ هو انا حرام ومش حرام؟ قال له يا عم ده واجب، ده واجب عليا وده شغلي. خد توكيله ومشي. بعد ما خد توكيله ومشي فوجئنا بانه جايب 10 انفار بمطاوي وبسلاح، وقاموا في تكسير المكتب وتعدوا على العاملين بالمكتب كلهم بالضرب والاهانه، حتى علي انا كمان شخصيا في المكتب عندي. وبعد كده طلبنا النجدة وهم خدوا بعضهم ومشوا، وعملنا محضر بصورة الراجل، بصورة بطاقة الراجل اللي موجود معانا. النهارده دخل علينا البلطجية على الموسيقيين، مسكوا الموسيقيين ضربوهم. انا واحدة اتصلت بالنجدة اكتر من 5 مرات، النجدة ما رضتش حتى ترد عليا. دخلت البلطجية، احنا بقى عمالين نصرخ، كلهم رجاله اللي داخلين علينا، ما فيش الا انا بس وزميلتي، طبعا ما نقدرش نقف في وشهم. مسكوا الاثنين برضو موسيقيين جوه، ما فيش معانا امن، ما فيش معانا اي حاجه تامنا خالص من قبلهم، وما شاء الله عليهم كتار جدا. دخلوا علينا مش قادرين حتى نقف قدامهم، ضربوا وكسروا ومشوا، ورجعوا تاني جابوا زمايل ليهم برضو دخلوا ضربوا وكسروا برضو ومشوا، وبرضو فضلنا اكتر من ساعتين. النجده مش راضيه تسال فينا، مش راضيه ترد علينا. افرض ان مثلا واحد فينا اتخبط بمطوه من اللي كانت معاهم، كنا هنعمل ايه؟ ما كانش فيه اي حد هينقذنا خالص، حتى الغفره بتاعت المكان كانوا واقفين ما رضوش حتى يتدخلوا لينا، يعني حتى